السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التشكيل الأمثل لنادي الزمالك إن شاء الله للفوز على النادي الأهلي بإذن الله. وإحنا مفيش بديل لنا إلا الفوز بإذن الله، وإن شاء الله إن شاء الله. وسجلوا كلامي، الزمالك لو فاز إن شاء الله بالماتش ده بإذن الله بإذن الله الزمالك هيفوز بالدوري بإذن الله إن شاء الله، إلا إذا لو حصلت بقى لعب في الحكام وكده والتحكيم والكلام ده. إنما إن شاء الله الزمالك يفوز بإذن الله، الزمالك هياخد الدوري. نشوف التشكيل إن شاء الله الأمثل بإذن الله إن الزمالك يكسب الأهلي بإذن الله. عواد طبعا في حراسة المرمى. خط الظهر 3، هنلعب 3-4-2-1. جميل، اللي هي خطة الكريسماس اللي أنا قلت لكم عليها، بس هو ما بيلعبش إلا بطريقتين: 3-4-2-1 أو 4-3-3. 3-4-2-1، التلاتة اللي ورا مصدق الونش عبد المجيد، قدامهم 4 بنتايك، عبد الله السعيد، آه شحاتة، عمر جابر، يا إما يعني ممكن دونجا أو شحاتة، بس أنا بفضل شحاتة. يعني أنا بفضل عن نفسي أنا شحاتة. قدامهم 2: ناصر ماهر وزيزو، وقدام الجزيري، لأن الخبر السيء إن منسي اتصاب، فربنا يستر يعني. مع إن أنا يعني كنت متوقع إن هو هيلعب الماتش ده. مش عارف هل ممكن ياخد حقنة ويلعب، ما نشوف، ربنا يسهل بكرة. سواء ربنا يسهل منسي، يعني أفضل منسي طبعا، بس ده عشان الإصابة دي وكده يبقى الجزيري ماشي. اللعب بقى هيبقى يعني يا إما 4-3-3 في إيه بقى، إن هو يشيل الونش ويلعب 4-3-3. التالت بقى هيبقى مين؟ هينزل شحاتة أو دونجا، حاجة من الاتنين يعني. تمام، هيبقى مثلا 4-3-3 هنقول. هيشيل الونش يبقى إيه؟ عبد المجيد ومصدق على الشمال، بنتايج على اليمين، عمر جابر. 3 السعيد، عبد الله السعيد، دونجا، آه، م- اسمه شحاتة، وقدام 3 زيزو، جزيري، ناصر ماهر. هو ده اللي يعني اللي ايه يبقى اللاعب المحوري اللي هيبقى في الموضوع، من الفرق بين 3-4-2-1 او 4-3-3 الونش. بس الونش ممكن يلعب يعني الونش نزل هيبقى 3 ورا، لو الونش ما نزلش يبقى خلاص هيلعب 4-3-3 اللي هي الصرف يعني. ف المهم بقى جدا في الماتش ده تركيز، تركيز التركيز. اللعيب كله قاعد يركز ويعرف هيعمل ايه في مهام مركزه ايه. لازم التركيز. تاني حاجة الهدوء، لازم تبقى هادي عشان تاخد قرار كويس، لأن الماتشات الكبيرة دي بتتلعب على تفاصيل صغيرة. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتفرق في الماتشات دي. فأهم حاجة، أهم حاجة قلنا حاجتين: التركيز والهدوء، هما دول اللي هيوصلوك للفوز إن شاء الله. تاني حاجة بقى، تالت حاجة طبعا بيسيرو لازم يكون حاطط سيناريو 1 و2 و3. زي ما قلنا الماتشات الكبيرة دي لازم تكون حاطط سيناريو 2 و3، ايه اللي يحصل، لعيب اتطرد، لعيب اتصاب، لعيب كده كده، لازم تبقى دماغك دي شغالة. وبيسيرو طبعا مدرب عالمي، مش زي التانيين دول اللي اسمه جوميز ده واللي اسمه جروس، دول كانوا قرفنا. فإن شاء الله كده هو ده إن شاء الله التشكيل الأمثل. ولازم ناخد بالنا من حاجة: لو الراجل ده لعب بن شرقي، لو ابتدى بن شرقي ابتدى، عمر جابر يخلي باله جدا جدا. هو اعتقد لو بن شرقي لعب من اول الماتش هيبقى عمر جابر مؤخر شويه، او شحاته يميل عليه، فهيبقى هنا في صراع. لان هو يعني انا يعني بغض النظر عن اي حاجه، انا كنت انا مش من انصار ان بن شرقي يجي الزمالك، لان انا كنت بشوف في الدوري القطري عادي. انما ده هنا دي حلاوه روح كده، انا شايف كده. يعني انا شايف كده لما هو لعيب انا مش معترض، انما كان في الدوري القطري لعيب عادي، انا كنت بشوفه كان لعيب عادي. مش عارف بقى، هو بقى ممكن يكون عشان الجماهير والاعلام والكلام ده، الحماسه،
ممكن ممكن في لعيبة كده، في لعيبة بتحب الأجواء الحماسية دي وبتستنفرها. ممكن يكون بن شرقي من النوعية دي، بس هو ما نختلفش عليه، ده لعيب كويس. فلازم عمر جابر ياخد باله. بس ده هو ده ريتشارد طبعا زي ما انا قلت لازم يبقى الونش عينه عليه، لان حسام عبد المجيد الغلطه اللي بتعملها كل مره يكون ماسك الفيرود، ياخده يسحبه يربط كلهم يلعبوا من وراه. ده اخطر حاجه. خلي بالكم، وسام بالذات، وسام مكار. وريتشارد ده بيجري وبيفكر وبيروح ويتحرك. فلازم لو الاتنين دول لعبوا يعني لو الاتنين لعبوا، لأن هو ممكن بكرة يلعب برضه ب4-3-3 ويلعب ببن شرقي قدام وجريتشار ووسام، لأن هما برضه هينزلوا عايزين يكسبوا برضه. ده حاجة لازم الزمالك يحط في الاعتبار، إن الأهلي ده هينزل يكسب. لازم أبقى حريص، لازم أبقى حافظ مهامي كويس ومركز. والراجل مية مية، الراجل ده مية مية. أخد اللعيبة ومعسكر يومين. هو ده الشغل، هو ده الشغل. المدربين الفايقة المصحصحة تدخل اللعيبة في أجواء المباراة، التركيز. لازم تكون مركز في الملعب في الماتش اللي أنت هتلعبه. أنا مبسوط جدا من المدير الفني بسيرو، إن هو أخد اللعيبة وإيه وعمل معسكر بيها وكل حاجة وكده. هي دي بقى يعني زي ما أنا بقول لكم، المطوشة دي بتخلص على التفاصيل الصغيرة زي ما أنا قلت. لو جالك فرصة لازم تجيبها جون، لو جات لك هجمة استغلها، قرارات ثابتة. الماتشات بتخلص في الحاجات دي، ماتشات كبيرة بتخلص على الحاجات دي. ال 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 استغلال الأخطاء المنافس مهمة جدا، مهمة جدا. أنا متأكد إن الزمالك يعني لو مسك كورة لأن خط دفاع الأهلي يعني مش قد كده. والأهلي عموما يعني الفرقة مش قد يعني، مش هي اللي واو اللي تخوف خلاص. ما عادش اتكشفوا من الماتشات اللي فاتت دي، والحكام هي اللي كانت بتساعدهم. واحد طلع يقول لك الدولة بتساعد الزمالك. طب الدولة يا عم الناس يا جدعان لازم الكلام. طب الدولة بتساعد الزمالك ناخد 14 دوري؟ لو الدولة هي اللي بتساعد، لو الدولة بقى هي اللي بتساعد لآخر 44، ها، بالحكام واتحاد الكورة والمهلبية والملوخية وكل الحاجات دي والأوامر اللي بتتنفذ. أهو بيقول لك إيه، بطلع بيان عشان عايز حكام أجانب. أقسم بالله لو الأهلي عايز حكام أجانب يجيب حكام أجانب غصب عن اتحاد الكورة، وغصب عن التخين في اتحاد الكورة. انما هم راضيين بالحكام الملاكي بتوعهم. الحكم اللي اسمه بسيوني ده اللي هيحكم، والقلاوي اللي الحكم الرابع، وابن الشناوي اللي قاعد على الفار. انما ربنا سبحانه وتعالى فوق ان شاء الله، ويخيب ظنهم باذن الله. قادر ربنا سبحانه وتعالى عليهم باذن الله، وان شاء الله ربنا ينصرنا باذن الله. فاهم حاجه احنا قلنا التركيز مهم جدا، يكون اللعيبه كده على قلب واحد كده. لان انا برضو حاسس ان المجلس بتاع الزمالك ده مش على قلب رجل واحد كده. لازم يبقوا قلبهم على قلب بعض كده، والفرقة نفسها تبقى قلبها على قلب بعض. الناس اللي بره يبقى قلبها على الناس اللي جوه بتلعب. ده كان بيبان يبان ان الناس، احنا زمان واحنا بنلعب في الناشئين وكده، المدرب كان يقول لنا لازم اللي جوه يبقى قلبه على اللي بره، لازم عشان ننجح. النية صافية والقلوب صافية يبقى الفرقة هتنجح. غير كده. وبانت في ماتش الطايرة ده اللي كان من يومين مع الأهلي ده في السوبر الطايرة. الكورة البطولة جاية لنا وتقوم تبعد، تجي لك تقوم تبعد، تجي لك تقوم تبعد. هل يعني ده أكيد سبحان ربنا سبحانه وتعالى في حاجة في الزمالك مش مظبوطة. عشان كده ربنا مش هيديك بطولة كده، لازم تبقى تستاهلها، يبقى نيتك صافية، يبقى في كل حاجة مظبوطة في النادي. في حاجة كده مش مظبوطة. عشان كده عمر ربنا هيكرمك لما تبقى ماشي مظبوط وبتعمل كل حاجة صح، ربنا يديلك. هو ده كده يعني، ده اللي احنا اتربينا عليه. فان شاء الله كده ربنا يكرم ان شاء الله الزمالك بكره،
وبشكر الأستاذ رجب محمد على الرسالة الحلوة اللي كانت في الفيديو اللي فات ده. شكرا لحضرتك. و في حاجة كنت عايز أقولها. إيه اللي إن اللعيبة، إن لما إمام الشتم جمهور الزمالك ده يشتم إمام ليه ومش عارف إيه؟ طب وشيكابالا اللي بيشتم بقاله 20 سنة ده عادي؟ شيكابالا ده شتموه بأمه واتهموه في ابنه وقالوا له شيكابالا ابنك أبيض ليه والكلام ده. إيه ده؟ إيه قلة الأدب دي؟ من هنا ومن هنا. كل واحد يحترم نفسه. كل واحد يحترم نفسه، بلاش قلة أدب. الجمهور يقعد ساكت في الملعب يشجع فرقته وبس، ملوش دعوة بحد هنا وهنا. عيب. 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 احترموا نفسكم، بلاش قلة أدب. واتقوا الله. حرام، الشتيمة حرام. واتقوا الله. إن شاء الله كده ربنا يكرم بإذن الله. وإن شاء الله نطلع إن شاء الله بكرة والزمالك فايز. وإن شاء الله ما تنسوش الكرة مع الأزوري هتكون جميلة وبيوري. السلام عليكم.